وبركاته. طبعا احنا كلنا اهل واولاد عمومه واخوه مناسبين بعض، فما بدناش نطول كثير بالحديث والمقدمات. يقول الله سبحانه وتعالى: اولا وقبل ان ابدا اصلي واسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قد جاءكم أخاكم قبل بضعة أيام أو أسابيع طالبا راغبا على سنة الله ورسوله، وأجبتوه بالإيجاب والقبول. وها هي أخي أبو عزيز وأخي أبو العبد، هذه الجاهة أيضا من أبناء العائلة الكرام ومن أهلكم وأصدقائكم وأنسبائكم، قد جاءت إليكم لتتمم هذه المراسم، مراسم الزواج على سنة الله ورسوله، وجاءت لتأخذ العروس هذه الأمانة من بيت أهلها والدها وجدها، بيت المحبة والوئام والعز، إلى بيت زوجها الذي سيكون كذلك بإذن الله بيت للمحبة، على أمل أن ينشئوا أسرة قويمة بإذن الله سبحانه وتعالى أساسها الدين وأوامر الله سبحانه وتعالى، وعلى أمل أن يكون من نسل بهذه الأسرة ذرية صالحة تجيء إلى المسجد الأقصى ذهابا وإيابا. ونحن في هذا المقام جاهزين لاستلام هذه الأمانة وجاهزين بأي شيء إذا كان هناك أي نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا على بدء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أحل الحلال وأثاب عليه وحرم الزنا والسفاح وعاقب عليه. الحمد لله الذي أسن لنا الزواج وجعله من سننه، بل وحثنا عليه في محكم تنزيله حيث قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. منتدبا من أخي أبو عزيز، أي منا وقف مكان الآخر فهو أيوب نفس المكان. أنتم آباء للشاب وللبنت، خير الكلام ما قل ودل. نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير. وإن شاء الله الأمانة من أخ لأخوه طبعا دائما موجودة لبيت العز والكرم، وعلى نية التوفيق إن شاء الله. الفاتحة. مبارك الجميع. هاتوا القهوة يابا، هاتوا دفوا القهوة. مبروك أبو العبيد.
يا